من واحنا صغيرين دايما بنسمع جملة اغسل سنانك قبل ما تنام. ولما كبرنا فهمنا ان تنظيف الاسنان حاجة اساسية وضرورية جدا ما ينفعش نستغنى عنها لو عايزين نفضل محافظين على صحة اسناننا. بس عمرك فكرت وانت ماسك الفرشة وبتغسل سنانك ليه احنا البشر بس مطلوب مننا نهتم باسناننا؟ ما بقية مخلوقات ربنا كلها ما بتغسلش اسنانها. القطط عندها اسنان، والتماسيح عندها اسنان، وسمك القرش عندهم اسنان، والقايمة ملهاش أول من آخر. ما شفتش حد منهم مثلا بعد الغدا بيجيب فرشة وينظف سنانه. الغريب برضه إنك ما شفتش حيوان سنانه مسوسة. فيا ترى إيه السر؟ ليه الحيوانات مش محتاجة تهتم بأسنانها زينا؟ بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد معانا في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. صلوا على النبي ويلا بينا. قبل ما نتكلم عن ليه الحيوانات مش بتحتاج تهتم بأسنانها زينا، لازم نسأل نفسنا سؤال الأول: ليه إحنا أصلا بنهتم بأسناننا؟ كلنا عارفين إن لو ما غسلناش أسناننا وسبناها من غير رعاية، مع الوقت هيظهر فيها تسوس. طب ليه السنان بتسوس أصلا؟ يعني ما ناكل وننبسط، ليه كل حاجة لازم تعكنن علينا؟ علشان نفهم الموضوع ده لازم نعرف إن صحة الفم مرتبطة بحاجة اسمها الرقم الهيدروجيني، البي اتش بتاع اللعاب. وده زي ميزان بيحدد إذا كانت الحاجة حمضية أو قلوية أو متعادلة. المؤشر بتاع البي اتش بيبدأ من 0 لحد 14، فلو الرقم أقل من 7 تبقى الحاجة حمضية، ولو أكتر من 7 تبقى قلوية، ولو 7 بالظبط فهي كده متعادلة. زي المياه النقية، مش مية الحنفية، لأ، المية اللي هي أنضف حاجة. طب لما نيجي للعاب في بقنا هنلاقي إن الرقم الهيدروجيني الطبيعي بتاعه بيتراوح ما بين 6.5 ل 7.5 بي اتش. تمام لحد هنا؟ لكن المشكلة إن الرقم دوت مش ثابت، بيتأثر جدا بكل حاجة بناكلها أو بنشربها خلال اليوم. النشويات، السكريات، المشروبات الغازية، القهوة، الشاي، كل الحاجات ديت بتخلي الرقم الهيدروجيني ينخفض والفم يتحول لوسط حمضي. وهنا بقى البكتيريا اللي عايشة في بقنا، واللي بالمناسبة عايشة في أي مكان في جسمنا، بتفرح جدا بالمناخ الحمضي ده وتبدأ تشتغل بجد. أول ما تاكل أي حاجة فيها سكر أو نشويات، البكتيريا بتبدأ تنشط وتتغذى على بقايا الأكل اللي بين السنان، وبما إنها كائن حي طبيعي بعد الأكل إنها تخرج الفضلات بتاعتها. والفضلات دي بقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن أحماض أمينية. الأحماض دي بقى لما بتتراكم على الأسنان، خصوصا لو ما غسلناش أسناننا، بتبدأ تتفاعل مع الطبقة الخارجية للأسنان اللي هي المينا، اللي هي بتحمي الأسنان. تدريجيا الطبقة دي بتتآكل، وده اللي بيعمل بقع سوداء اللي احنا بنسميها التسوس. وبالمناسبة لو حابين نتكلم عن موضوع التسوس ده بالتفصيل في حلقة بعنوان ليه الأسنان بتسوس وهل هو سوس حقيقي ولا لأ، اكتبوا لي في التعليقات. لو ركزت في الكلام اللي قلناه لحد دلوقتي هتفهم ان التسوس اللي بيصيب اسناننا بيرتبط بشكل اساسي بالاكل اللي احنا بناكله، مش مجرد غسيل اسنان وبس. صحيح ان غسيل الاسنان مهم علشان نتخلص من بقايا الاكل والاحماض قبل ما تتراكم، بس البداية كانت من نوع الاكل نفسه مش من الغسيل. ودي بقى اول نقطة احنا البشر بنختلف فيها عن الحيوانات. لو بصيت كده على الحيوانات البرية هتلاقي ان مفيش اسد مثلا بياكل بيتزا، او تمساح قاعد في البلكونة بيشرب شاي وسجارة بعد العشاء. دي كلها عادات غذائية غير صحية، ودي حاجات احنا بس اللي بنعملها. اللي عايز اقوله ان النظام الغذائي الغريب ده هو السبب في اننا بنواجه مشاكل زي التسوس، بينما الحيوانات بتعتمد بالكامل على الطبيعة. نظامهم الغذائي كله ني في ني، مفيش حاجة مطبوخة مسبكة، رشة سكر، عصرة ليمون. لو حيوان عاشب فبياكل عشب عادي من غير اي اضافات، ولو مفترس فبياكل لحمة نية في نية من غير اي حاجة زيادة. وعلى فكرة الحيوانات دي مش بتاكل سريع، معظمها بياخد وقت في المضغ، ومعظم أكلهم مليان بالألياف، ودي أصلا بتساعد على تنظيف الأسنان أثناء الأكل. يعني لما الحيوانات بتاكل، الألياف دي بتشتغل كأنها فرشة سنان وبتنظف بقايا الأكل اللي بتكون عالقة في الأسنان. وفي بعض الحيوانات كمان زي التماسيح مثلا بتاكل خشب أو عظام حيوانات ميتة، ودي بتكون بمثابة صنفرة طبيعية للأسنان. بواقي الأكل اللي بتكون عالقة في الأسنان بتتساقط بسهولة، وكده أسنانهم دايما نظيفة من غير ما يكون عندهم فرشة أسنان زينا. وطالما اتكلمنا عن البكتيريا يبقى لازم نعرف إنها مش بس موجودة في حياتنا، لا دي حوالينا في كل حتة، وحتى الحيوانات مش بعيد عنها خالص. يعني لعاب الحيوانات برضو في بكتيريا زينا بالظبط، في بكتيريا نافعة وفي بكتيريا ضارة. لكن في حاجة مميزة عند بعض الحيوانات زي الكلاب، القطط، الأسود، اللي اللعاب بتاعهم بيحتوي على حاجة اسمها مضادات للبكتيريا، وده هو السبب إنك هتشوفهم دايما بيلحسوا جسمهم أو جروحهم علشان يحافظوا عليها من البكتيريا. مش بس كده، كمان في انزيمات موجودة في لعابهم بتساعد على تقليل نشاط البكتيريا في بقهم، وده بيقلل فرصة ظهور التسوس في أسنانهم. لكن قبل ما أي حد من محبي تربية الحيوانات يقول لي أنت جايب الكلام ده منين، أنا الدكتور البيطري قال لي اغسل سنانهم ونضفها أول بأول، عايز أقول لك حاجة: إحنا ما قلناش إن أسنان الحيوانات ما بتسوسش،
الحقيقة إن فرصة إصابة الحيوانات بالتسوس أقل بكتير مننا، لكن ده مش معناه إنهم مش بيسوسوا، بل بالعكس في حيوانات سنانها بتسوس عادي جدا، بس دي بتكون حالات نادرة بتحصل في 5% بالكتير من الحيوانات، وفي الغالب الحيوانات دي بتكون حيوانات أليفة أو عيشتهم قريبة من البشر زي القطط الكلاب، لأنها بتصاب بالتسوس بسبب نفس الأسباب اللي بتأثر فينا، الأكل غير الصحي اللي مليان سكر ونشويات. يعني لو قطك أو كلبك اتعشى معاك من نفس الأكل اللي أنت بتاكله، ودي حاجة بنشوفها كتير على فكرة، بتبقى عامل ان انت عامل معاه الواجب وزيادة، لكن انت كده بتسوحهم وتأذيهم من غير ما تحس. واللي بيحصل بعد كده لو الحيوانات دي اصيبت بالتسوس، العلاج بيكون في خلع السن او الضرس، لان للاسف لسه مفيش خيارات زي الحشو او حشو العصب عند الاطباء البيطريين. بس في سؤال كده بيطرح نفسه، ليه في كلاب وقطط عايشين في الشارع وبياكلوا اي حاجه عادي وبرغم كده مش بيحصل لهم تسوس؟ اشمعنى دول؟ الحقيقه ان حيوانات الشارع مش استثناء ولا حاجه، هم برضو معرضين للتسوس زيهم زي اي حيوان تاني، بس الفرصه انك تشوف واحد منهم باسنان مسوسه ضعيفه جدا، ده لان عمرهم عاده بيكون صغير قوي، فغالبا بيعيشوا فتره اقل من ان الاحماض تتراكم على اسنانهم وتعمل التسوس. يعني القطه اللي في الشارع ممكن تموت قبل ما الاسنان تتسوس اصلا، وده السبب ان الناس فاكره ان حيوانات الشوارع اسنانها مش بتسوس، هم ببساطه ما بيلحقوش يسوسوا. لكن الموضوع مختلف خالص مع الحيوانات اللي عايشه لفترات طويله زي التماسيح القروش، الحيوانات دي اسنانها مش ثابته وملهاش جذور اصلا، يعني لما بياكلوا ممكن تقع منهم سن او اتنين عادي جدا، وساعات اكتر من كده كمان، لكن في نفس الوقت بتطلع مكانها اسنان جديده. التمساح مثلا في اقل من سنتين بيغير كل اسنانه ويطلع مكانهم أسنان جديدة، يعني ممكن التمساح يغير أسنانه حوالي 30 أو 40 مرة خلال حياته. ولو شايف إن الرقم ده كبير، فحب أقولك إن سمك القرش ممكن يغير أسنانه آلاف المرات بمعدل مرة كل أسبوعين تقريبا، وده السبب في إنك مش هتلاقي تمساح أو سمكة قرش بيعانوا من التسوس. أما بالنسبة بقى للقوارض زي الفئران والسناجب، فدي حكايتهم حكاية تاني خالص. القوارض ما عندهاش لعاب مطهر زي الحيوانات التانية، وأسنانهم طول حياتهم مش ثابتة، يعني أسنانهم بتطول طول ما هم عايشين، وكل ما تطول بتبرد فيها وتفضل جديدة طول الوقت، وده يعني إن فرص إنك تلاقي فار بأسنان مسوسة شبه مستحيلة. بس كده اهي سهلة اهي. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك وشير كتير علشان الكل يعرف ليه اسنان الحيوانات مش بتسوس. واكتبوا لنا في التعليقات هل عمرك شفت اسنان حيوان مسوسة، ولو في سؤال محيرك عن عالم الحيوان اكتبوا لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان هنجاوب عليه في الحلقات اللي جاية. ولو اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. اشوفكم الحلقة اللي جاية باذن الله. سلام.